احمد جعفري. اتفضل يا فندم، مع حضرتك الان نفس الوقت 8 دقائق. اتفضل. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أحبتي الكرام، جناب الشيخ العزيز يقرأ لنا من كتاب، وصرنا لا نعرف المتن من الهامش إذا صح التعبير، فضاعت علينا المسألة. جيد جدا. أولا، الشيخ لا يدري بأن رواية سلمان منا أهل البيت رواية ضعيفة السند عندكم، تدري أو لا؟ راجع سلسلة الأحاديث الموضوعة وأثرها في الأمة للألباني في المرقم 3702 في قول النبي صلى الله عليه وآله: سلمان منا أهل البيت، قال رواية ضعيفة وضعيفة جدا. فأولا مع الاحترام، وأنا الذي أعرفه أن جنابك الكريم متخصص نوعا ما في علم الحديث، فكيف لا تدري بأن سلمان منا أهل البيت رواية موضوعة وليس لها أصل في الحديث؟ هذا عندكم، ها لا عندنا. أنا أتحدث على المستوى المبنائي الرجالي الأصولي الذي عندكم. وعجيب جدا أنكم مع الاحترام، مع أنك متخصص في علم الحديث، لا تدري بأن الرواية ضعيفة السند، بل ضعيفة جدا كما يقول لنا الألباني، وأعطيتك المصدر ويمكن لك أن تراجع. هذا أولا. وثانيا، يعني كلام الشيخ مع الاحترام حصل فيه تدليس. لماذا حصل فيه تدليس؟ لماذا لم تقرأ لنا ما هو السؤال لزيد بن أرقم، حيث أنه سئل هل أن أزواجه من أهل بيته، والرواية في صحيح مسلم؟ لماذا لم تقرأ لنا من صحيح مسلم وقرأت لنا من كتاب لا أدري ما هو الكتاب ومن هو الكاتب؟ شيخنا، الرواية في صحيح مسلم راجعها، حيث أن زيد بن أرقم سئل هل أن أزواجه من أهل بيته، قال لا أزواجه ليس من أهل بيته. جيد، فراجع. فهذه الرواية ضدك لا معك، وأعطيك الرواية في المقام حتى إذا صح التعبير تراجعها. وقلت مع الأسف الشديد، يعني أنتم حتى مصادركم، يعني مع الاحترام لا تعرفون ماذا فيها. أحبتي، عندما نأتي إلى صحيح مسلم، وأعطيك رقم الصفحة ورقم الحديث في المرقم 1059 كي نقرأ الحديث. جيد أحبتي، جيد جدا. طبعا قبل ذلك نأتي إلى الحديث الثاني، لأن هذا الحديث حديث سعد سوف أتي عليه. الحديث أحبتي في صفحة 1061 في المقام. أحبتي، عندما نأتي 1061 نقرأ الحديث. جيد، عن زيد بن أرقم. جيد جدا. لاحظ، أو حديث، هذا حديث الثقلين أيضا يبين لنا. المهم، الحديث هذا نصه أحبتي. فسئل زيد بن أرقم: يا زيد بن أرقم، هل نساءه من أهل بيته؟ قال: لا وأيم الله، إن المرأة لتكون مع زوجها الصبح، ثم إنه في العصر تكون عند أهلها، يعني أنها تطلق، فكيف تكون من أهل بيته؟ ثم أدرج الحديث. فهذا يثبت كون أن نساء النبي بحديث زيد بن أرقم الذي أنت أوردته في المقام ليس من أهل بيته. فحديث زيد بن أرقم ضدك لا معك شيخنا دكتور. حديث زيد بن أرقم بالضد منك لا معك، فعجيب أنك تستشهد به. هذا أولا. ثانيا، تقول أريد مخصص، وويلاه ومصيبتاه، واقعا نحن في مصيبة أيها الأحبة. لماذا؟ لأننا مرة أخرى نرجع إلى كلام الألباني، وهو كلام كما قلت مهم جدا وخطير جدا. والعجيب أن يعني الأخوة الأحبة في المقام لا يعرفون أهمية ماذا يوجد في هذه المصادر. جيد جدا. أحبتي، وماذا قال لنا ابن تيمية؟ ابن تيمية ماذا قال لنا؟ قال لنا بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله مفسر لكلام الله عز وجل ومبين له. اسمعوا أحبتي، هذا كلام ابن تيمية. ابن تيمية يقول لنا بأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله، هذا الفعل هو مبين لمن؟ مبين لما يريد الله سبحانه وتعالى. جيد جدا. فبالتالي جناب الدكتور العزيز، هو ما فعل الرسول صلى الله عليه وآله؟ أسألك بالله،
أنه جمع هؤلاء تحت الكساء. أقرأ لكم مرة أخرى أيها الأحبة في جامع المسائل ماذا يقول لنا. انظروا، يقول في المقام: وسنته يعني فعله تفسر كتاب الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فلما قال هؤلاء أهل بيتي، جيد، مع أن السياق ماذا عام كأنما يدل على أزواجه، جيد، يقول نعم آل عقيل، نعم آل العباس، نعم. لماذا لم يدرجون تحت الكساء؟ أنا الآن أعتمد على فعل النبي صلى الله عليه وآله، قول النبي صلى الله عليه وآله، أم على ما يقول زيد بن أرقم؟ بالله عليكم كيف تفهمون الأمور أنتم؟ هذا فعل النبي وقول النبي وتقرير النبي. النبي جمع هؤلاء، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. تأتي وتقول زيد بن أرقم، أي زيد بن أرقم؟ هل أدخل عائشة تحت الكساء؟ هل أدخل أم سلمة تحت الكساء؟ أريد ولو رواية ضعيفة مولانا، رواية ضعيفة أنه أدخل أحد آل العباس معه تحت الكساء، أو آل جعفر أو آل عقيل. أعطيك سنة كاملة، خذ مني ابحث في كل المصادر إذا وجدت رواية ضعيفة أنه أدخل أحد تحت الكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، جيد، أو أنه أدخل إحدى نساءه، بالعكس هو طردهن، تدري أو لا تدري. ثم سؤال مهم جدا، أنتم أعلم أم نساءه؟ لو كنا نساءه من أهل بيته ما طلبنا أن يكن من أهل البيت وهن من أهل البيت. ما لكم كيف تحكمون؟ عجيب هذا الكلام. لو كنا من أهل البيت، يعني الآن بالله عليكم طالب يعلم من نفسه أنه ناجح في الصف، فقال الأستاذ سوف أتلو أسماء الطلبة الناجحين، فهل يقول له أستاذ وسوف تقول اسمي؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنه يعلم من نفسه أنه ناجح. لاحظوا، الإنسان الناجح لا يسأل أنا ناجح أو لا، جيد. أما الذي يشك في نفسه أنه من أهل البيت أو لا، يقول وأنا يا رسول الله. فأنتم الظاهر أعلم من أعلم من نساء النبي، حيث أن نساء النبي لا يدرين ولا يعلمن أنهن من أهل البيت، جيد. وأتحدى، اسمع مني جناب الدكتور، أتحدى أنه في مرة واحدة عائشة قالت نحن من أهل البيت. تفضل، هذا التاريخ كله أمامك، هذا التراث كله أمامك، جيد. بل هي التي قالت والله ما نزل فينا قرآن إلا عذري، يعني تقصد ماذا؟ حادثة الإفك، جيد. مع أنها كذبت هنا في حادثة الإفك، لأن حادثة الإفك ليست في عائشة، هي عائشة تنفي، تقول والله ما نزل فينا قرآن إلا عذري، يعني إلا حادثة الإفك. طيب شكرا. وأنت تقول أنها قد نزلت. نعم وأريد شكرا من جنابك أن تجيبني على هذه التحديات مع الاحترام. تفضل. بس أنا انتهي من الأخير. أما قول أم المؤمنين عائشة بأنه لم ينزل فينا قرآن إلا، فيعني كل من يدرك أن نزل في نساء النبي، وقد خطبت نساء النبي بأكثر من آية في كتاب الله، وخطبت عائشة في أكثر من آية في كتاب الله، وخطب أبوها بأكثر من آية في كتاب الله بالتورية وليس بالاسم، كما أن القرآن الكريم لم آل البيت باسمه، يعني الخمسة هؤلاء لم يذكر أي واحد باستثناء طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث: اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أولا جناب الدكتور العزيز لا يستطيع أن يكذب قول عائشة الوارد في البخاري من كون أنها هي بالذات لم ينزل فيها قرآن، لا هي ولا أبوها. أين قالت ذلك أحبتي؟ عندما نراجع البخاري في المرقم 4827 انظروا ماذا تقول عائشة بالنص في المقام، جيد. قالت، دقق معي، فقالت ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. عائشة تعرف أو لا تعرف؟
أنا أسأل منكم بالله مع الاحترام، عائشة جاهلة أم عالمة؟ إن قلتم جاهلة كارثة، وإن قلتم عالمة هذه العالمة تقول ما أنزل الله فينا قرآنا. يعني هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا تختص بعائشة، بدليل أن عائشة لم تحتج بها. وأنا قلت لك جنابك الكريم اعطني مورد واحد أن عائشة احتجت بهذه الآية، خذ مني. هل يستطيع جنابك العزيز في المقام أن يعطيني مورد واحد في كل عمر عائشة أن احتجت بهذه الآية؟ خذ مني سنة. ماذا تقول؟ لا تجد. هل هناك مورد واحد لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله، أم سلمة، حفصة، سودة، أم حبيبة، صفية، زينب بنت جحش، أي واحدة من زوجات النبي أنها احتجت بهذه الآية في موضوع؟ والحمد لله كم أننا واثقون من معلوماتنا. يا عزيزي لن يحتج أحد من نساء النبي بهذه الآية وأنها تخصهن أبدا أبدا. هذا ماذا يدل؟ هذا أول. ثانيا شيخنا هو مع الاحترام هو من الذي دلس؟ هو من الذي دلس؟ أقرأ لكم أحبتي نص ما أورده مسلم في المرقم 2208 2208. لماذا لم تقرأ هذا النص؟ اسمعوا ماذا عن زيد بن أرقم قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا كثيرا. جيد جدا. انظر، لقد رأيت خيرا كثيرا يا زيد. جيد. رأيت النبي وصليت خلفه وساق الحديث ثم قال من؟ زيد بن أرقم. قال صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. اسمع. وفي قولنا ثم قلنا له عفوا من أهل بيته؟ نساءه. قال لا نساءه لا. وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة من بعد. هذا كلام زيد بن أرقم أم لا؟ بالله عليكم دكتور حاول أن تقول هذا ليس كلام زيد بن أرقم، قل أن هذا غير حديث غير صحيح. هل تستطيع؟ هل يستطيع جنابك العزيز في المقام أن يقول ذلك؟ جيد. هل تتمكن من أن عندما قال بأن قيل له أنساءه من أهل بيته قال لا نساءه ليس من أهل بيته. جيد. من أين تأتي وأنت تقول لا نساءه من أهل بيته؟ هذا زيد بن أرقم يقول لا نساءه ليس من أهل بيته. جيد. زيد بن أرقم فين يا فندم؟ زيد بن أرقم قال الكلام ده فين عشان بندون ورا حضرتك بس عشان هو ده كلام مهم. أحسنتم. مرة أخرى أحبتي في المرقم 2408 من صحيح مسلم قال هذا النص. الآن سوف أصوره لكم حتى تظهر القضية. جيد. ماذا يقول لنا زيد بن أرقم؟ هذا نص الكلام، أنا لا أتي بشيء من جيد. هذا نص الكلام أحبتي، أرجو أن يكون واضح. قال نساءه من أهل بيته قال لا ثم استشهد لذلك. قال وأيم الله إن المرأة، انظروا، قال وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدار ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا. جيد. هذا واحد. اثنين، نحن تحدينا جناب الدكتور وقلت لك ائتني بحديث ولو ضعيف السند أنه أدخل أحد من أولاد العباس من آل جعفر من آل عقيل معه تحت الكساء. تستطيع؟ ماذا تريد مني؟ خذ مني سنة أيضا، ابحث سنة كاملة ثم تعال نلتقي بعد سنة وقل يا شيخنا أنت كذاب، هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله أدخل آل العباس آل جعفر آل عقيل. لا تجد. جيد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ أيها الأحباء أيها الكرام ماذا قال النبي؟ اسمعوا وأرجع إلى كلام ابن تيمية. قال لما نزلت هذه الآية أدار النبي صلى الله عليه وآله كساء على علي وفاطمة والحسن والحسين ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي.
هذه هؤلاء على البعيد أم القريب، على الخاص أم العام دكتور؟ أرجو أنه يعني تكون أم تدارس للعربية، أتمنى هؤلاء. ثم نأتي إلى شق التطهير، أن هناك عصمة أو لا توجد عصمة. تفضل. هي قوية في الاستدلال، هي قوية في الاستدلال يا دكتور، حتى لو كان المعنى لا حتى لو كان المعنى الاستدلالي خطأ. أولا لو تكرمت يا أخي محمد، أولا أنا لم أدعي، يعني أنا ثبتت الرواية وقلت هذه إجماع المسلمين أن الذين كانوا تحت الكساء هم هؤلاء الأرض. وجئت بالحديث شيخ أحمد الجعفري، معلش بعد إذن حضرتك خلي الدكتور يخلص الوقت بتاعه، ممكن تدون الملاحظات دي. طيب يا دكتور مفيش مشكلة من التذكير، عيدها تاني يا فندم، اتفضل مفيش أي مشكلة. اتفضل يا فندم. حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم بصفحة 2408 هو الذي قرأته، وقال نساؤه من أهل بيته. المسألة أن الرجل لا يسمع بمعنى المصاهرة وهم أهل بيته، يعني قال نساؤه من أهل بيته، ولكن حدد فيما بعد أهل البيت بمعنى النسب، ولذلك ذكر آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس ونفى عنهم الصدقة. أما قوله بأنه لم ينزل في عائشة، قوله بأن الصديق رضي الله تعالى عنه لم ينزل فيه قرآن، فهذا من العجب العجاب، من العجب العجاب. اقرأ في سورة التوبة، وأتمنى أنه صحيحة غير مزور: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بالإضافة إلى وقت يا فندم، أنت عندك ما يقرب من دقيقتين 3. أتمنى يا فندم بعد إذنك بس توضح لنا اللي حضرتك قلته ده، أو ماذا تقصد من إن أنت تمنيت على الشيخ الجعفري أن يكون عنده بين يديه مصحف صحيح وليس مزور، عشان بس الأمور لا تلتبس على المتلقي. لأنه هناك نسخ يعني في كل زمان. شوف، في كل زمان وفي كل مكان يتم اكتشاف نسخ ناقصة زائدة مدسوسة، والحمد لله أن الحكومات الإسلامية، وزارات الأوقاف، أهل العلم، الحوزات، الأزهر تعي لذلك وتسحب من الأسواق، هذا معروف. وبالتالي أنا أخشى أن تكون هذه الآية ساقطة من مصحفه الذي يقرأ فيه، لأنه أنكر بالمطلق أن يكون قد نزل في حق الصديق رضي الله عنه آية أو قرآن، وهذا وبنيها والسر المستودع فيه. إذا ترون بأنه أنا عندي هذه النسخة طبعة الملك فهد التي أقرأ بها في كل شهر رمضان، يعني أتمنى أن تكون واضحة. نسخة القرآن الكريم بطبعة فهد، جيد، أو نعم عفوا بطبعة عبد الله للجميع، جيد. فجناب الدكتور لا يوجد عندنا قرآن خاص نحن الشيعة. أنت حاولت أن تتهم لكنك تملصت من الاتهام، جيد جدا. فلا يوجد عندنا قرآن غير هذا القرآن الذي نقرأ به يعني كمسلمين، وأنا أقرأ بهذه النسخة، نسخة عبد الله يعني. فإذا كان هناك تحريف فهو في النسخة السعودية وليست في نسختي أنا. لا توجد عندي نسخة ولا توجد عندي مطبعة، فإذا كان هناك مشكلة فهي عند السعودية، لا عندنا نحن الشيعة الإمامية، لأننا نقرأ في المصاحف السعودية، لا توجد عندنا مطابع خاصة نطبع بها بالكتاب العزيز. هذا أولا. ثانيا اثنين هما في الغار. اسمع مني جناب الدكتور، لأنه مع الأسف ظاهرا، مع الأسف أنا لا أقول أنت، ولكن عموم أهل السنة يقرؤون لا يتفكرون. هم يقرؤون ولكن تفكر لا يوجد. تقول كيف؟ أقول القرآن يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذن اللذان كانا في الغار اثنين، جزما قطعا أحدهم رسول الله، جزما قطعا، هذا جزما قطعا. وجزما قطعا دليله معه الذي هو عبد الله بن أوريقط، لأنه مجزوم به أن رسول الله صلى الله عليه وآله
ذهب إلى المدينة مع دليله. خلاص، أين أبو بكر؟ هو قال ثالث ثلاثة أم ثالث اثنين؟ دكتور أرجو يعني قليلا تفكر، أرجو أن تفكر قليلا. جيد. ولا تستدل بالروايات لأني اسمح لي قاطعك خالص. أتمنى أنه يسمع كلامي. فإذا هذا كلام عائشة جناب الدكتور، عائشة في البخاري، وقلت لك في البخاري لم أقل في مسلم. جيد. في بخاري قالت بأنه لم ينزل فينا شيء. فإذا كان عندك مشكلة فاذهب واتهم البخاري بالكذب والتدليس، قل للبخاري أنت كاذب مدلس. كيف تنقل رواية أن عائشة تقول والله ما نزل فينا شيء إلا عذري؟ فأنت كذب البخاري، اتهم البخاري وأنا معك أتهمه. جيد. لأن البخاري الظاهر هنا كذب ودلس على عائشة. جيد جدا، وأنا معك أتهمه. فإذا كان عندك مشكلة فاذهب إلى البخاري وكذب البخاري. جيد جدا. الرواية التي تقرأها جناب الدكتور، انظر. فقال حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساءه من أهل بيته؟ قال دقق، قال نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. سؤال دكتور، هل نساءه حرمن عليهن صدقة؟ هل تستطيع أن تقول أن نساءه حرم عليه الصدقة؟ لا دكتور، وكان يتصدق عليهن. لا تستطيع أن تنفي أن أزواجه كنا يتصدق عليهن. فهذا دليل أن زيد بن أرقم ينفي أن نساءه من أهل بيته. لماذا؟ لأنه هو أعطى من حرم الصدقة، ونساءه كنا يتصدق عليهن، فهن لست من أهل البيت. هذا كلام زيد بن أرقم. جيد. فعل النبي واضح، وهو أنه جمع هؤلاء تحت الكساء ثم قال ماذا؟ اللهم هؤلاء أهل بيتي. جيد. من أين تأتي أنت تعمم؟ أريد تعميم من النبي لا من زيد بن أرقم. حديث زيد بن أرقم ليس حجة علي ولا عليك، لأنه ليس معصوم. فعل المعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله. أريد من النبي أنه قال آل العباس أهل بيتي، آل جعفر أهل بيتي، آل عقيل أهل بيتي. جيد. أريد، توكل على الله. هم أيضا خذ مني سنة. جيد جدا. وسوف تبحث ولن تجد. فإذا أحبتي، فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الجامع المانع أنه جمع هؤلاء تحت الكساء وقال اللهم أهل البيت. هذه واحدة. في آية المباهلة، عندما خرج بالمباهلة خرج مع من؟ خرج مع أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. خرج مع طلحة والزبير، خرج مع عائشة وحفصة، خرج مع آل العباس وآل جعفر، أم خرج مع فاطمة والحسن والحسين وقال ماذا؟ لاحظ، عفوا، وقال أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، أنفسنا وأنفسكم. جناب الدكتور، نحن نحتاج إلى أدلة. أما آية الغار ففسرتها لك ولا علاقة لها بأبي بكر. لا أدري سمعت أو لم تسمع. نعم. دكتور العزيز، لسنا أول من أطلق كلمة النواصب، وقلت لكم صدقوني أنتم لا تعرفون مصادركم، نحن أعلم بمصادركم منكم. هل تدري أول من أطلق كلمة النواصب من هو جناب الدكتور؟ والله لا تدرون. هكذا يقول الشيعة هم أول من أطلق كلمة النواصب. تعالوا نسمع أحبتي أول من أطلق كلمة النواصب في سير أعلام النبلاء للذهبي، مؤسسة الرسالة، المجلد الثالث. انظروا. جيد. في صفحة 128 في ترجمة معاوية ابن أبي سفيان، يقول وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه، أما قد ملكهم بالكرم والعطاء، إلى أن يقول. جيد. وحاربوا معه أهل العراق ونشأوا على النصب. أول ناصب هو معاوية باعتراف الذهبي. أول ناصب هو معاوية. هذا الذهبي يقول أول ناصب هو معاوية، فقد أنشأ الناس، هو كان ناصبي وأنشأ الناس على النصب. تدري دكتور أو لا؟ هل علمت الآن أن الذهبي شيعي؟ هل تدري أن الذهبي شيعي حيث أنه وصف معاوية بأنه ناصبي وأنشأ الناس على النصب؟ تدري أو لا تدري؟ يعني لابد أن تدري. هذا أولا. ثانيا، هذا إثبات بكون أن أبا بكر دينتي بالبخاري أحبتي، عفوا، ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أحبتي، عندما نأتي إلى البخاري في صفحة 173، وقلت لك دكتور
أنا أعلم بمصادركم منكم، صدقني. جيد. يقول في حديث ابن عمر: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم الرسول كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. جيد. تعال إلى صفحة 1773، انظر نفس الحديث. إن ابن عمر يقول: كان سالم مولى أبا حذيفة يؤم المهاجرين وأصحاب النبي في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وآله. قبل مقدم الرسول. هذا البخاري يقول لك بأن أبا بكر كان في المدينة قبل مقدم الرسول. كذب البخاري. جيد جدا شيخنا. هذا أولا. ثاني اثنين، هم اثنين، من أين جئت بالثالث؟ جيد. أنت عندما تقيس على قضية طلاق مرتان يعني مرتين، بمعنى أن الثالثة لا تجوز، خلاص. من أين جئت ماذا بثاني اثنين يعني ثلاثة؟ هذه كالتفسير البحث الماضي عندما قلت أن المراد من آل البيت يعني الكرة الأرضية. والله مع الاحترام عندكم تفسيرات عجيبة غريبة. جيد. أما لفظ الوهابية فاذهب إلى الفوزان، يقول: كلما دليل على كون أن ابن تيمية ناصبي. يا عزيزي 1000 دليل أعطيك على أن ابن تيمية ناصبي. في منهاج السنة النبوية لابن تيمية بتحقيق محمد رشاد سالم المجلد 7، وتعالوا إلى الناصبي ابن تيمية في صفحة 55 وانظروا إلى ناصبية ابن تيمية. يقول: الوجه الخامس إن هذا اللفظ وهو قوله صلى الله عليه وآله: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، كذب باتفاق أهل المعرفة. ينفي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول: كذب باتفاق أهل المعرفة. الناصب ابن تيمية ينفي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب. جيد جدا. لكن عندما نأتي أحبتي إلى الألباني هنا نجد بأنه القضية ليست كذلك. جيد. أحبتي عندما نأتي إلى الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، جيد، المجلد الرابع صفحة 330 يأتي يفضح من عاداه فيقول ماذا؟ حديث صحيح ب5 طرق. حديث صحيح ب5 طرق. هذا ناصبي أو ليس بناصبي؟ لأنه هنا عما جاهل أو مدلس. ابن تيمية عندما ينفي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب جاهل أو مدلس؟ إذا قلت جاهل أحسنت، فضحت ابن تيمية فهو جاهل. وإن قلت لا هو يدري ودلس إذن هو ناصبي، وهذا الذي نثبته. وأستطيع أن أثبت لك ب1000 دليل أن ابن تيمية ناصبي من الطراز الأول، وأنه محارب لعلي وآل علي بأشنع الأوصاف. جيد جدا. فبالتالي جناب الدكتور أرجو أن تنتبه لما يوجد في مصادرك المعتبر. شكرا شيخ أحمد الجعفري. يفهمونه على السياق الذي يفهمه البعض. أنا أريد أن أعود إلى بعض الألفاظ التي استخدمها ووضعها في فمي وأنا لم أقلها. هو قال بأنني أنا اتهمت أو أنا قلت بأن فرقة من فرق المسلمين هي أول من قالت بالنصب. أنا لم أقل ذلك. أنا قلت أن هذه اللفظة استخدمتها عدة فرق من المسلمين ومنهم الشيعة، ولم أقل أنهم هم أول من استخدم. وهذا كلامي واضح جدا. وهذا النصب الذي ذكره الذهبي إنما هو يتحدث عن العداوة، وهو غير النصب الفقهي أو النصب العقدي الذي يذهب إليه بعض المعممين، وإنما يتحدث عن العداوة السياسية التي كانت بين الشام والعراق، وما زالت الحساسية قائمة بين قبائل العرب وبين مناطق العرب وبين سكن العرب وبين أوطان العرب، حتى أن الحروب ما زالت قائمة وتقوم في كل لحظة. بالأمس القريب 1990 وقعت حرب في الخليج أيضا بين دولتين مسلمتين، وقبلها أيضا بين دولتين مسلمتين. يعني هذه مسألة الحقيقة لا يصح أن يصرف الألفاظ إلى ما نريد نحن وليس إلى حقيقتها. وأما القول بأن أبا بكر قد صلى خلف، أنا عندي النص هنا من العزيز مع الاحترام
الاحترام الكامل والكلي والتام لجنابه العزيز أنه مع الأسف الشديد لا يعلم كثير مما يوجد في مصادره المعتبرة، ولذلك يحاول بأي شكل من الأشكال يعني مع الاحترام أن يرقع للمسألة هنا وهنا. جيد جدا. جناب الدكتور، أنت تقول في المقام بأنه الذهبي لم يكن يقصد كون أن معاوية كان ناصبيا بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الكفري. جيد جدا. دكتور مولانا اقرأ جيدا جزاك الله خير. ما هكذا تورد الإبل دكتور، مع الاحترام جنابك دكتور، يعني كيف لا تدري أنه ماذا يقول الذهبي؟ أقرأ لك ماذا يقول الذهبي وماذا يقول شيخك من شعيب الأرناؤوط في سير أعلام النبلاء. اسمعوا أحبتي، المؤسسة الرسالة المجلد الرابع، اسمع في صفحة 37. هذا تعريف النواصب الذي يعرفه تحت من؟ تحت يزيد الناصبي. جيد. قال دقق، معاوية كان ناصبيا، في آل أمية نصب، يزيد كان ناصبي. جيد. وأنشأ الناس على النصب. في الأسفل يشرح لنا شعيب الأرناؤوط من هم النواصب. شيخك شعيب الأرناؤوط يشرح لنا، يقول من الناصبية، دقق، وهم المنافقون المتدينون ببغض علي عليه السلام، سموا بذلك لأنهم نصبوا له وعادوه. دكتور، هذا كلام من؟ كلام شيخك شعيب الأرناؤوط. جيد. ماذا؟ مرة أخرى نقرأ للمتابع العزيز. يقول أن المراد من أن معاوية ناصبي وأنشأ الناس على النصب، وأن يزيد ناصبي، وأن في آل أمية ناصب. انظر ماذا يقول. يقول من الناصبية وهم المنافقون المتدينون ببغض علي عليه السلام، سموا بذلك لأنهم نصبوا له وعادوه. والله شيخنا تحريفاتكم لا تنفع، ترقيعاتكم لا تنفع، لأن شيوخكم مع الاحترام يفضحونكم، شيوخكم يفضحونكم، فأرجو أن لا ترقع. هذا واحد. اثنين، كلام ابن حجر الذي أوردته كان من أين تذهبون جناب الدكتور؟ رواية واضحة أن أبا بكر كان يصلي خلف من؟ طفل صغير سالم مولى أبا حذيفة، طفل صغير. جيد. لماذا؟ لأن سالم مولى أبا حذيفة كان أحفظ للقرآن من أبي بكر. والله مهزلة، صدقوني نحن نعيش مهزلة، نحن نعيش مهزلة. أقول بالنتيجة أحبتي هذا مستوى الخلفاء الذين يعني يصدرونهم للناس. جيد جدا. فبالتالي إذا كانت عندك مشكلة أيضا راجع البخاري. جيد جدا. أحبتي، أن ما نسبه إلي من موضوع الكساء أنا لم أقل به لا من قريب ولا من بعيد مطلقا، وهو يتحداني بشيء، يعني يريد مني أن آتي بإثبات لشيء أنا أصلا لا أؤمن به وقلت بخلافه. فهذا يعني أمر عجيب الحقيقة، ويعتبره تحدي. ما بعرف ليش بيعتبره تحدي، وأنا لا أعتبر أن هذه الجلسة هي جلسة تحدي، وإنما أعتبر أن هذه الجلسة هي جلسة حوار كما هو العادة. يعني هذه واحدة من أول الرواية إلى آخرها، والروايات كثيرة والمجال لا يحتملها. ثم التمسك بالحديث دون التمسك بتفسيره الذي ينسجم انسجاما كبيرا مع الحقيقة التاريخية. هذه أيضا قضية الهدف منها فقط نصب العداء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما القول بأنه تم بفلان بمولى حذيفة فهذا أمر طبيعي، لأن الحدث يجمع ما لا يجمعه الكبير، وهذا معروف حتى عند كبار المراجع الذين يقلدهم. هناك من الناس من يحفظهم لا يحفظون، وهذه ليست عبرة بذاتها. العبرة، وهذا كمان أيضا غير مسلم به، وإنما العبرة في هذا الالتزام الذي نعرفه وفي تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدين. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هو جاء بتفسير للعصمة، هذا ما في أي شيء. أنهم يعتبرون الرسول صلى الله عليه وآله شخص عادي،
فهو طالما كان قد أخطأ بأمور كثيرة جدا، حيث أنه عمر في كثير من الأحيان كان أفضل منه. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وآله على سبيل المثال لم يكن يريد أن يحجب نساءه، لكن غيرة عمر لم تسمح له، فعمر كان أكثر غيرة من رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث كان يلح عليه أن يحجب نساءه والرسول لا يقبل. لكن الغيور عمر بن الخطاب، عفوا فقط دكتور، عفوا جناب الأخ العزيز أستاذ محمد، أنت قل لي يعني قل لي شيخنا المصدر بكلمة واحدة، نريد المصدر وأنا بخدمتك. طيب اتفضل المصدر يا فندم، اتفضل المصدر يا فندم. أنا بخدمتك مباشرة، اتفضل. ما توجد عندنا مشكلة. اتفضل. أحبتي، عندما نأتي إلى البخاري أيها الأحبة في الصفحة 50 من البخاري، جيد، اسمعوا هذا الكلام جيد جدا. يعني أنت مباشرة قل لي شيخنا المصدر، أنا أعطيك مباشرة. أحبتي في البخاري في المرقم 146، اسمعوا جيد. يقول عن عائشة أن أزواج النبي كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، فكان عمر يقول للنبي احجب نساءك، يعني حجب نساءك، جيد. فلم يكن الرسول يفعل، عمر يعني يصر على الحجاب والرسول ماذا؟ لا يفعل. فخرجت سوداء بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله في ليلة من ليالي العشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سوداء، حرصا، اسمع حرصا على أن الله ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب. نصر الله عمر وخذل رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسمعوا أحبتي، يعني الغيرة العمرية شيء مرعب رهيب جميل. رسول الله من؟ رسول الله لا غير له. عمر يلح عليه يا رسول الله حجب نساءك، يا رجل حجب نساءك، رسول الله لا يقبل، يقول له لا ما أفعل، جيد. فكان عمر له بالمرصاد، جيد، حتى يجبره على أنه ماذا؟ على أن يحجب نساءه. عمر صاحب غيرة، أما رسول الله ليس له غيرة. محمد لاحظ، عمر عنده غيرة، كان يلح على رسول الله، يا رجل حجب نساءك، يا رسول الله حجب نساءك، يا أخي حجب نساءك. رسول الله كان يرفض، رسول الله كان يرفض، جيد. يقول له ما أحجب نساء، أنا لا أريد أن أحجب نساء. لكن غيرة عمر لا تقبل، فصار يتتبع النساء حتى وهن يذهبن إلى البراز، إلى التواليت، انظر، حتى يجبر الله عز وجل على أن ينزل ماذا؟ الحجاب، فأنزل الحجاب، جيد. لماذا؟ خلينا نستفيد منك يا شيخ أحمد، الله يخليك. تواليت ايه يا فندم؟ يعني في فرض للبس الحجاب في التواليت؟ مش فاهم، لا وفهمنا يا فندم الصورة دي بعد إذنك. لا هن نساء النبي كن يذهبن إلى التواليت، تواليت خارجية، لم تكن تواليت في البيت كما في نحن في هذا الزمان، جيد. كانت هناك تواليت خارجية، خلاء كما يسمى، خلاء، جيد. نعم تمام. نساء النبي كن يذهبن إلى التواليت الخارجية خارج البيت، جيد. فعمر كان يتربص بهن، يتابع، يا مرأة تذهب بالنساء النبي إلى التواليت، فينادي عليها فلانة ألا قد عرفناك، ألا قد رأيناك، جيد. وكنا غير محجبات، طبعا غير محجبات. فكان انظر إلى العبارة واضح، تقول فخرجت سوداء بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سوداء، أنت ذاهبة إلى التواليت، لماذا تذهبين إلى التواليت، جيد. سوداء بنت زمعة أرادت أن تذهب إلى التواليت، فعمر يقول لها ألا قد عرفناك يا سوداء بنت زمعة، لماذا تذهبين إلى التواليت وأنت كاشفة الشعر لا حجاب لك، جيد جدا. اسمع، فقال ماذا؟ حرصا على أن ينزل الله الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا مع الاحترام لجناب الدكتور، أنا لا أتحدث عن الدكتور، ما عندي علاقة مع الدكتور، أنا أتحدث عن المنظومة المعرفية والمفاهيمية للإخوان، للجماعة التي تستنقص من الرسول صلى الله عليه وآله. إذا كانت هي تستنقص من رسول الله، تريد ماذا؟ أن تكون كاملة مع علي وفاطمة والحسن والحسين؟ عزيزي، هو رسول الله عندهم غير كامل، فما بالك بفاطمة والحسن والحسين، جيد جدا. أيضا عندك كامل، فما بالك بفاطمة والحسن والحسين، جيد جدا.
أيضا عندهم رسول الله صلى الله عليه وآله كذا مرة حاول الانتحار. أصلا قبل ذلك أصلا الرسول كان مجنون. تدري أو لا تدري؟ هل تعلمون أن رسول الله جن كما يقول لنا من؟ كما يقول لنا النووي في شرح صحيح مسلم، انظر إلى العبارة، يقول حتى أنه كان يفعل الشيء ولا يدري أنه يفعله. مجنون، رسول الله مجنون. جيد. سحر حتى أنه كان يفعل الشيء ولا يدري أنه يفعل. يتخيل رجل مجنون. جيد جدا. فلذلك أي عقل رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا عندهم لا عندنا رسول الله صلى الله عليه وآله، عندنا غير الذي عندهم. محمدهم غير محمدنا. أتكلم بصراحة، محمد الموجود في البخاري ومسلم لا يمت لنا نحن الشيعة الإمامية بالصدق. جيد. أبدا أبدا. نحن محمدنا شيء آخر. محمدنا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. جيد. وهو سيد المرسلين مطلقا، ولا أكثر غيرة منه ولا أكثر شرف منه. جيد. المهم هنا الإسلامية الذي جيد جدا جيد جدا. أقول ما الذي نريده في المقام أحبتي؟ نحن نريد أن نبين مستوى عصمة النبي عند القوم، وأن النبي صلى الله عليه وآله ليس معصوما عند القوم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله ليس معصوما عند القوم، فما بالك ماذا؟ فما بالك بغيره؟ الرسول غير معصوم عندهم. الآن أظهرنا أن الرسول غير معصوم. مثال آخر أيضا، وهذا مثال كارثي أحبتي، في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها محمد ناصر الدين الألباني، اسمع مني، في صفحة أحبتي 803 بما أخرجه أحمد بالحديث الصحيح، رقم الحديث اسمعوا 441. اسمعوا هذا الحديث، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل. الرسول جالس مع أصحابه. جيد جيد. اسمعوني، الرسول جالس مع أصحابه وفجأة دخل إلى البيت. ماذا؟ اغتسل، سبح ثم خرج. مين ده؟ يا الرسول أستاذ محمد، رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله كان جالسا مع أصحابه فدخل إلى البيت، اغتسل ثم خرج. اسمعوا. جيد. فقالوا يا رسول الله قد كان شيء، حصل شيء. قال أجل، مرت بي فلانة. ماذا حصل يا رسول الله؟ اسمع. فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها. ده ايه علاقته بقى؟ ده ايه علاقته؟ وضح للمشاهدين بعد اذن سعادتك، ده ايه علاقته بالعنوان؟ نريد أن نبين عصمة النبي، أن النبي عندهم معصوم أو ليس بمعصوم. جيد. طيب. ما هو حجم عصمة النبي؟ الرسول عندهم ليس بمعصوم. فإن امرأة، الرسول جالس مع أصحابه، اسمعوا أحبتي، فمرت به فلانة فاشتهاها رسول الله. وصلت الفكرة، بس خلينا ننوه حاجة للدكتور صلاح. دكتور صلاح خلي بالك بس، والسادة المشاهدين، الشيخ أحمد الجعفري بما إن الدكتور صلاح بيقول إن النبي هو المعصوم فقط، فالشيخ أحمد بيجيب روايات الآن بتقول هل الروايات دي تدل أن النبي محمد معصوم؟ خلي بالكم بس، دي قراءة المشهد سريعا. اتفضل شيخ الجعفري. أقول أحبتي، فالرسول عندهم رسولهم كان ينظر إلى النساء، وينظر إلى، إذا صح التعبير، عورات النساء ومبارز النساء وما كان يظهر من النساء، فاشتهى امرأة، بل وسماها، قال مرت بي فلانة فاشتهيتها. وأنت أين يا رسول الله؟ وأنت مع أصحابك. ما شاء الله. فصارت عنده شهوة جنسية، عذرا للمتابع العزيز طبعا، فصارت عنده شهوة جنسية. من؟ رسول الله. فذهب فتجانس مع إحدى زوجاته بشهوة غيرها. لا إله إلا الله. الله أكبر. بالله عليكم، مع الاحترام، لو أن إنسانا ما قال لك ذلك ألا تعتقد أنه منحط؟ رسول الله بالنتيجة المحصلة يصل به هذا الوصال، هذا المقدار، أنه يشتهي امرأة أجنبية غريبة عنده
إلى أم سلمة فيصيبها يتجانس معها بشهوة غيرها؟ بالله عليك لو أنه عفوا جناب الدكتور أي شخص يقول لزوجته أنا جئت أتجامع معك بشهوة غيرك، تقبل؟ ها تقبل؟ هل يعتقد حينئذ أنت إنسان مؤمن؟ هذا مقدار عصمة النبي عندهم. وسوف نأتي بالرواية أحبتي أن النبي عندهم غير معصوم إطلاقا، رسول الله غير معصوم، فكيف يمكن أن يؤمنوا بعصمة علي وفاطمة والحسن والحسين إذا كان